عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير والفل والهنا والياسمين على عيونكم، يا رب الناس كلها تكون بخير وفي احسن حال باذن الله. جوزي اداني 100 جنيه وقال لي اتصرفي وهاتي بقى خضار البيت وما تطلبيش مني فلوس تاني. اعمل ايه؟ خدت بعضي ونزلت على السوق، جبت نص كيلو فلفل ب5 جنيه، وجبت كمان كيلو جزر ب10 جنيه، وجبت كمان الكابوتشا دي، وجبت الكرنب ده علشان انا بستخدمه في السلطات. الاتنين كده جبتهم ب25 جنيه. وجبت كمان طبق مشروم بيبقى جميل قوي لو حطيتيه على الكبده او شوحتيه مع شرايح فراخ بيبقى حلو قوي. وكمان جبت فلفل احمر وفلفل الاصفر، وكمان جبت ما نسيتش كمان الفاكهه، جبت كمان كيلو تفاح علشان لو هنحط الولاد في اللانش بوكس ولا حاجه. وجبت كمان جبت خيار، وجبت بطاطس، جبت كمان بطاطس. الراجل قال لي فيه بطاطس ب10 جنيه وكيلو ربع ب10 جنيه. رحت جبت ايه؟ الست الشاطره هي اللي تدبر. بصوا، والبطاطسيه جميله وما فيهاش اي حاجه. جبت ايه؟ جبت 3 كيلو منها. وكمان ما نسيتش ايه، ان الاطفال بتحب البطاطا. لقيت البطاطا بكام؟ لقيتها 3 ب10. رحت جبت كام؟ 3 كيلو وبكده. وكمان جبت ايه؟ جبت كمان طماطم جميله اهي وزي الفل، برضو جبتها لقيتها ب5 جنيه. وكمان جبت زيتون لان انا بعمل بيتزا وبعمل الكريب، الولاد عندي بيحبوه، فدايما بجيبه واحطه في التلاجة. هنفضي كل ده مع بعض. وكمان جبت علبة جبنة كيري، وكمان جبت لانشون. طبعا عندنا احنا طبعا السندوتشات وكلنا بنعمل في المدارس. جبت لانشون وجبت جبنة نص عشان خاطر الولاد، عشان خاطر السندوتشات. وابهرته بال100 جنيه وظبطت الدنيا. الست الشاطره هي فعلا اللي تدبر يا جماعه، وهي اللي تعمل من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. ولازم تكوني مدبره وتمشي على قد حالك وعلى قد فلوسك، تجيبي حاجتك وتدبري في بيتك. يوم هنعمل بط، يوم هنعمل فراخ، يوم هنعمل مسقعه، يوم هنعمل عدس، يوم هنعمل بصاره. الدنيا بتمشي الحمد لله، شويه بطاطس جنب شويه فول جنب شويه بيض، الدنيا مشيت والحمد لله. وكده اكون نظمت نفسي وجبت كل حاجه في بيتي وباقل فلوس. يعني بال100 جنيه بصوا انا جبت حاجات قد ايه، كلها جميله وكلها مفيده، وخضار كله جميل بينفع في البيت. طبعا ان شاء الله هنفضيه مع بعض وهوريكم. لما نغسله يا جماعه لازم نحطه على فوطه. هوريكم ده دلوقتي. تكون فوطه عندك نظيفه كده، بحطها ناشفه كده، بحطها على الرخامه، بغسل واحط عليها عشان الخضار كله يتصفى. ما ينفعش تحطيه بميته هيبوظ معاكي. كده غسلت الخضار اهو يا جماعه زي ما انتم شايفينه. وحطيته على الفوطه زي ما قلت لكم اهي فوطه نظيفه جدا. بغسلها واخليها للخضار بس. لازم بقى ايه، بسيبه ينشف كده خالص معايا. وبعد ما يتصفى خالص خالص من الميه معايا بحطه بقى ايه في الحاجات اللي انا بحط فيها، يعني الطاسه او المصفى او الحاجه اللي انا بحط فيها. انا كمان نسيت اقول لكم، جبت كمان دي كلها ب5 جنيه ليمون. بصوا بقى هنحط الزيتون. انا بعمل ايه؟ بخليه بالكيس بتاعه، بس بقص دي عشان الكيس يبقى صغير ويفضل في الكيس بتاعه. وبحطه بقى في علبه زي كده اهي، اي علبه حلاوه عندك او
او علبة خزين. انا بحاول مثلا ان انا ايه يعني ممكن نشتري علبة وكل حاجة، بس انا بحاول ان احنا ايه نوفر ونمشي، كل واحد يمشي على قد ظروفه. انتوا عارفين طبعا لما بناخد المصروف ما بنرجعش نقول تاني، يعني عايزين تاني كده. حطيت الزيتون الاسود في جنب بالكيسه بتاعته، والزيتون الاصفر برده في جنب، الاتنين في نفس العلبه، وما مش هياخدوا معانا مكان خالص. وبغطيه كده يا جماعه وبحطه بقى في التلاجة اهو كده خلاص. وكمان الليمون بالمناسبه يا جماعه، انا كل ده بحط طبق فيه ميه وشويه خل وبغسل فيه الخضار، وكل ما الاقي الميه طبعا مش متوسخه قوي، يعني حاجه بسيطه كده بغيرها واحط تاني شويه خل وبغسل الخضار علشان خاطر ميكروب او تراب او اي حاجه يبقى نضيف. وبرده ده كمان هغسله وبلفه في مناديل علشان ما يبص، يعني كل ليمونه بحطها في منديل وبشيلها في علبه برضو علشان ايه ما يبص، يفضل معايا زي ما هو، لان ممكن يبوظ معايا بسرعه. تمام. يبقى كده عملنا الروتين بتاع النهارده، ووريتكم الخضار بابسط فلوس، وكمان طريقه التنشيف بتاعته علشان ما ينفعش نحطه مبلول. هيبوظ معانا يا جماعه، هيبوظ معانا، خلي بالكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم، ويا رب دايما تكونوا بخير، واشوفكم في اشرطه جديده ويوم جديد باذن الله. مع السلامه مع السلامه مع السلامه.